To be honest with you, when your invitation came, I nearly threw it out. في الموسم الثاني من مسلسل Nine Perfect Strangers تتصاعد وتيرة الغموض بشكل أعمق وأشد تأثيراً، حيث تعود المصحة الغامضة التي تديرها نيكول كيدمان في شخصية ماشا لاستقبال مجموعة جديدة من الغرباء، كل منهم يحمل جراحاً نفسية وتجارب حياتية ثقيلة. الموسم الثاني لا يكرر أفكار الجزء الأول، بل يغامر باستكشاف أبعاد جديدة للعلاج النفسي، مدفوعة بمزيج من الروحانيات، الأدوية البديلة، والتجارب الحدية التي تضع الشخصيات في مواجهة مباشرة مع مخاوفهم وأسرارهم. التصوير في بيئة مختلفة يضيف نكهة بصرية جديدة، ويمنح المشاهد شعوراً بالعزلة والغرابة في آن معاً. الأداء التمثيلي متقن من جميع الشخصيات، فكل غريب يمتلك قصة تقلب التوقعات وتطرح أسئلة حول الهوية، الغفران والشفاء الحقيقي. ماشا تصبح أكثر غموضاً وتعقيداً، تارة كمنقذة وتارة كمن تتلاعب بحدود الأخلاق. الموسم الثاني ينجح في بناء توتر نفسي عميق دون الاعتماد على الإثارة التقليدية، بل من خلال حوارات داخلية مشحونة ولحظات صمت أكثر فتكاً من الكلام. ما يميز هذا الجزء هو قدرته على إبقاء المشاهد متيقظاً دون معرفة من الضحية أو من الجاني، لأن المعركة الحقيقية تكمن داخل كل شخصية، حيث لا أحد يخرج كما دخل. مسلسل Nine Perfect Strangers في موسمه الثاني يثبت أنه ليس مجرد دراما نفسية، بل تجربة غامرة تمزج بين الواقع والهلوسة، تعري النفس البشرية من أقنعتها وتدعونا للتساؤل: هل الشفاء ممكن فعلاً، أم أنه مجرد وهم نلاحقه إلى الأبد؟ Sometimes the lies you let people believe are just as important as the truth. She's manipulating us.